وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات للفيديو دون. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. النهارده هنعمل طريقه الفراخ سهله وبسيطه ومكوناتها سهله وبسيطه برضو وهتعجبكم ان شاء الله. قبل ما ندخل على الفيديو نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونعمل لايك واشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبشكر حبايب قلبي اللي برا مصر وجوا مصر، اخواتي اللي واقفين دايما جنبي وبيدعموني وبيكتبوا لي كومنتات حلوه وبيفتحوا نفسي كده على اي حاجه انا بعملها. ويلا بقى بينا على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اللهم صل على النبي دون كيلو من 2 فرختين اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا منضفاهم وغسلاهم غسله حلوه، غسلتهم مره واثنين وثلاثه بالدقيق والملح والخل وعصرت عليهم ليمون اهو زي ما كده شايفين كده حضراتكم. ورده من الشمعه منوره كده. ومعايا هنعملها النهارده بطريقه سهله وحلوه، طريقه الخضار هنعملها بالخضار مفيش حد طبعا عملها قبل كده وهتعجبكم ان شاء الله. وقومي كده جربها، لو عندك فرخه هتجربها ان شاء الله وهتدعي باذن الله. ومعايا دول ربطه خضار محشي بقدونس على اللهم صل على النبي على شبت اهون اللي هي الخضره بتاعت المحشي. ومعايا دول نص كيلو بصل انا بشراه في المبشره، ممكن تعمليه في الكبه برضو عادي. اللهم صل على النبي. دول قرنين من الفلفل الاخضر اهون. ومعايا بسم الله الرحمن الرحيم معايا دي توم مفروم. ومعايا ليمونتين. ومعايا دي معلقه صلصه وزيت وخل وملح. ومعايا طبعا بقى البهارات بقى يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا دي كمون اهو مطحون زي ما حضراتكم كده شايفين. ومعايا بابريكا اللي هي الفلفل الاحمر الحلو. ومعايا دون بهارات اللحمه اللهم صل على ورق لورا على حبهان على قرنفل زي ما حضراتكم كده شايفين اهو. رب تكون واضحه. ودون معانا قرفه مطحونه اهي برضو زي ما حضراتكم كده شايفين. ويلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشتغل مع بعض. بسم الله. انا كده هجيب كده بوله او اي حاجه بعمل فيها كده. هعصر الليمون الاول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده اهو الطريقه دي سهله وبسيطه يا حبايب قلبي واول مره تنعمل على اليوتيوب كده اهو. نعصر الليمون كويس كده. عصرنا الليمونتين اهما، لو فيهم بذر مش اشكال برضو حطيه عادي كده اهو. نعصرهم كويس، ننزل كل الميه اللي في الليمون عشان الليمون بيشد الزفاره لو في اي زفاره ولا في. حبايب قلبي عصرت الليمون. طبعا انا غاسله ايديا قبل ما اعمل اي حاجه، طبعا بنضفها قبل ما ندي في اي اكله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط اللهم صل على النبي معلقه الصلصه واحط الثوم كده واحط اللهم صل على النبي الخل قيمه معلقتين كده او نص كوبايه خل كده اهو. برضو الخل بيشيل اي زفاره برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب الاول الثوم مع الخل مع الليمون مع الصلصه، نقلبهم كده كويس اهو. الثوم برضو يا حبايب قلبي لو انت مش عايزه تحطي ثوم عادي برضو ما تحطيش، بس الثوم بيديلها نكهه حلوه كده وريحه جميله كده. نحط البصل كله طبعا انا بشراه كده اهو. واحط الفلفل الاحمر الفلفل الاخضر قطعيه بقى قطع صغيره يا حبايب قلبي عشان ما تصغرش. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. حطيت كده يا حبيبه قلبي، حطيت الليمونتين وحطيت اللهم صل على النبي نص كوبايه خل وحطيت معلقه الصلصه وحطيت الثوم
وحطيت كده الفلفل الاخضر والبصل، نعملهم كده كويس كده في بعض كده الاول كده، نفركهم كده الاول كده في بعض كده اهو. نحط بقى الخضار المحشي اللي هو الشبت والبقدونس كده برضو. نحط بقى التوابل، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الكمون كده، نحط معلقة الكمون، نحط القرفة، نحط الفلفل الأحمر اللي هو البابريكا كده، نحط اللهم صل على النبي اللي هو البهارات، الورق اللورا والحبهان كده. نحط شوية زيت. الطريقة دي سهلة وبسيطة يا حبيبة قلبي وهتعجبك ان شاء الله. هتحبي تاكلي الخضار دون احسن من الفراخ كمان كده. حطيت نص كوباية زيت. نحط الملح، حبة ملح كده، يجي معلقة كده اهو. هدعكم كلهم كده يا حبيبة قلبي في بعض كده عشان ما اطولش عليك الفيديو، وبعد كده ارجع لكم تاني. قلبي اهو هحط ندعي الزيت كده في الطاسة او في الصينية اللي هنعمل فيها، ونعملها كده كويس كده في الصينية عشان ما تلزق الفراخ بتاعتنا، ما تلزقش. احنا هنسيبها على طول تتبل كده على طول في الصينية، وما تتبل هنروح نسويها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. هتجيب الفرخة كده او الورك كده حسب ما انت حابة تعملي. عندك الصدور اعمليه، عندك فرخة كاملة برضو اعمليها، عندك اوراق بس اعمليه، حسب ما انت ايه عايزة وحسب ما انت ذوقك اللي انت هتاكليه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالخلطة كده الجميلة اللي احنا عملناها الخضار دول كده، ندخل كده في الفتحات اللي احنا عملناها كده، ندخلها كويس عشان خاطر تتطعم كده معانا وتبقى جميلة كده وحلوة. وشوية برضو خضار كده تحت كده اهو كده، ونروح حاطينها كده في الصينية. وبرضو كده اهو عندي صدر برضو، بسم الله الرحمن الرحيم كده، برضو اروح فاتحاه كده اهو، واروح برضو حاطة فيه التتبيلة كده اهو، نحشيها كويس كده في التتبيلة كده. سهلة وبسيطة يا حبيبة قلبي، ومش تقليدية ولا حاجة، جديدة كده وهتعجبك برضو. هتحبي تاكلي الخضار دون اكتر من يمكن احسن من الفراخ نفسها كده. طبعا غسلة ايد وغسلة الفراخ ومظبطاها ومخليها 100 كده اهو. حاول برضو نحشيها كده كويس كده ونظبطها كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده، نفتحها فتحة كده، وكمان فتحة كده برضو في الجنب التاني كده كده اهو. هكمل بقى يا حبيبة قلبي كل الكمية اللي معايا دي، وارجع لكم تاني ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يا حبايب قلبي عملنا الكمية كلها، عملنا الفرختين اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. حشيناهم كده بالخضار اللي هو اللهم صل على البصل المبشور، والخضرة المحشي الشبت والبقدونس والثوم والصلصة والخل والليمون، واللهم صل على النبي، والبهارات القرفة والكمون والملح والبابريكا، واللهم صل على النبي البهارات اللي هي الورق اللورا والحبهان، ودعكناهم كده كويس في بعض كده. عملنا الكمية كلها كده، اتبقى معانا خضروات كتيرة اهو، مش هنرميهم طبعا، هنحطها كده على الوش كده. برضو هي بتطعم برضو الفراخ كده وبتخليها طعمها جميل كده كده اهو يا حبيبة قلبي. جربي بقى الطريقة صينية الفراخ بالخضرة دي هتعجبك ان شاء الله. وان جربتيها اكتبي لي في الكومنتات وقولي لي ايه رأيك فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم كده نغطيها كلها كده بالتتبيلة
كده هو. كده اهو يا حبيبة قلبي، كده زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين. ننزل كل الخضرة كده. كده هو، ونحط برضو وهو قشر الليمون برضو كده على الوش كده. كده اهو. نحط بقى عليها من كوبايتين 2 من المية او كوباية مية بالكتير، وارجع لكم تاني يا حبيبة قلبي اوريها لكم باذن الله لما اجي احط المية. كده اهو يا حبيبة قلبي بقى في الطبق اللي كان فيه الخضرة كده حطينا فيه قيمة كوباية مية كده او كوبايتين من المية، وهنحطها كده على ناحية كده اهو. حاجة بسيطة كده، هي كده كده هتنزل الخضار ده كله، هينزل المية بتاعته، واللحمة برضه هتنزل الدهون كتير والمية بتاعتها اهي. وهنسيبها بقى قيمة ساعة، واقي تسيبيها تبيتيها بالليل في التلاجة بنفس التتبيلة دي، وتصبحي الصبح تحطها في الفرن. وفي ممكن لو انت مستعجلة تحطها في الفرن، هتحطها على البوتاجاز 5 دقايق كده تشكشك كده وتغلي مع نفسها، وبعد كده تروح حطها في الفرن يا حبيبة قلبي، وهتاكلي ان شاء الله احلى فراخ. كده هو هنسويها او هنسيبها 5 دقايق كمان في التتبيله او ساعه كمان، وهنسويها وارجع لكم تاني ان شاء الله اوريكم الشكل النهائي بتاع صينيه الفراخ بتاعتنا. حبايب قلبي اهو بعد ما عملنا صينيه الفراخ الجميله بالخضار، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سويتها على البوتاجاز كده اهو. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله وتحفه. يا ريتكم معايا كنتوا دقتوها وشفتوها، جميله وتحفه ازاي يا حبايب قلبي. وريحه الخضار مع الكزبره مع الثوم مع الكمون مع الليمون مع البهارات، طعمها جميل وريحتها تحفه اهي. وطبعا الصوص بتاعها هو الجميل اهو. ممكن تعملي معاها جنبها شويه رز اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع لكم حته كده عشان تشوفوها اهي. ريحه الفراخ بتاعتنا يا حبايب قلبي جميله، لو انتوا معايا كنتوا شميتوا ريحتها. طبعا هي حاميه، مش عارفه امسكها قوي اهي. هجيب لكم معلقه صغيره يا حبايب قلبي واوريها لكم وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي جبنا شوكه اهي عشان اوريها لكم قد ايه مستويه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. مش مستحمله يا حبايب قلبي اهي. يا رب تكون واضحه. ولو الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وكومنت حلو كده من ايديك الجميله، وجرب صينيه الفراخ بالخضار دي هتعجبك ان شاء الله، وطعمها تحفه وريحتها جميل. والصوص بتاعها ممكن تقدميه مع شويه مكرونه شويه رز بالشعريه، او ممكن تروحي حاطه مع الفراخ دي قطعه معاها بطاطسايه برضو، هتبقى جميله وتحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسونيش في اللايك بقى يا حبايب قلبي.